خوتي في هذا لا فيديو غادي نشوفوا اهم الانتدابات والانتقالات اللي توقعت للاعبين ديال المنتخب المغربي الوطني، واللي غنشوفوا مجموعه من المفاجآت اللي وقعت للعابه ديال المنتخب مشاو لبعض الانديه اللي ما كانتش كطيح على البال او كتوقع. غنبداو ان شاء الله بهاد الانتدابات. اذا اخوتي كيف كتشوفوا معنا، اول تقارير اعلاميه بريطانيه كتاكد على ان انسو فاتي غادي ينتقل الى نادي برايتون، وهذا فقط متداول، اي ان انزو فاتي غادي ينتقل من فريق برشلونه الى فريق برايتون كسبيل كاعاره. رسميا انتر ميلان يضم بنجامين بافار قادما من بايرن ميونخ نحو انتر، وبالتالي فاللاعب نصير مزراوي غيبقى كيتميز بالرسمي ديالو، ما غيحيد ليه حتى شي واحد مع فريق بايرن ميونخ. كيف كنعرفوا انه هو بافار كيلعبوا في نفس الموقع. مفاجاه كبيره هي اللي وقعت لغانم سايس. اذا غانم سايس اخوتي، وكاله الانباء الفرنسيه كتاكد ان سايس مرشح للانتقال صوب فريق الغرافه القطري من اجل حل المشكله ديال عدم تقييد ديالو محليا رفقه السد. اذا ما غيجي لا للرجاء للوداد، ولكن الاقرب هو انه غيمشي لفريق الغرافه بعد المشكل اللي وقع انهم ما سجلوش في اللائحه، وقع غلط مع الفريق ديالو الاول اللي مشى ليه اللي هو السد. هنا القنبله الكبيره وهي اللي كتخص اللاعب سفيان امرابط. سفيان امرابط اخوتي بعد ما قدم واحد المستوى رائع وكبير برفقه المنتخب الوطني وايضا مع النادي ديالو فيورنتينا، مجموعه من العروض كيقولوا انه غيمشي لبايرن ميونخ، غيمشي لبرشلونه، غيمشي لمانشستر يونايتد، لكن اخر اخبار اكدت صحيفه ديليكت ان نادي مانشستر يونايتد كيعمل على اتمام صفقه تعاقد مع سفيان امرابط قبل انتهاء الميركاتو الحالي. وحسب هذا المصدر ذاته فإن مانشستر يونايتد كيحاول التواصل مع اتفاق مع فيورنتينا باش يتعاقد مع سفيان أمرابط على سبيل الإعارة. لاعب فريق الرجاء البيضاوي سفيان بن جديدة. إذا خوتي فريق ستاندارد دو ليج البلجيكي اعلن التعاقد ديالو بشكل رسمي مع سفيان بن جديدة قادما من فريق الرجاء البيضاوي للموسمين مع خيار التمديد للموسمين اضافيين. وبن جديدة غيعزز في البداية الصفوف الفريق الرديف ستاندارد دو ليج وفقا ما اكده الفريق في بلاغ رسمي. أناحي خوتي أناحي كيف كتعرفوا حسب شبكة سكاي سبورتينغ فإن نادي برينتفورد الإنجليزي كيدير مجموعة من المحادثات مع أولمبيك مارسيليا من أجل التعاقد مع زدين أناحي. أفادت الصحيفة ديال الموندو ديبورتيفو الإسبانيا أن النادي برشلونة تقدم بعرض رسمي باش يصيفط الزلزولي كإعارة. وحسب المصدر ذاته فإن برشلونة اشترط أنه يكون العرض مغري للشراء وليس للإعارة، محددا مبلغ 30 مليون يورو كسعر لعقد البيع. البارسا بغات تبيع الزلزولي ب 30 مليون، لكن مجموعة من الأندية بغاتو فقط على سبيل الإعارة. أخيرا نادي فالنسيا كيعلن التعاقد ديالو مع سالم أملاح على سبيل الإعارة فقط حتى 30 يونيو 2024 مع خيار الشراء. خوتي ما تنساوش انكم تخليونا واحد جيم واحد لايك لهذا الفيديو باش نبقى يوصلكم الجديد ديالنا. الى اللقاء اخوتي.